أهلا وسهلا متابعين قناة سوريا سبورت، ارجوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. تنطلق منافسات الجولة السادسة من الدوري السوري الممتاز غد الجمعة بإقامة 4 مواجهات: الكرامة أمام حطين، وتشرين ضد الوحدة، الفتوة أمام بالجيش، وأهلي حلب ضد الطليعة. ويوم السبت تستكمل الجولة السادسة بمواجهة المجد أمام جبلة، والوثبة ضد الجزيرة. وتقرر تأجيل مواجهة الوثبة متصدر البطولة والجزيرة الذي يقبع في مؤخرة الجدول بعد طلب رئيس الجزيرة نبهان العبد. ويتصدر الوثبة ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، بينما جبلة في المركز الثاني برصيد 11 نقطة، ثم أهلي حلب ثالثا ب9 نقاط. أرقام رونالدو ب4. الفتوة والجيش. يدخل الفتوة اللقاء تحت قيادة مدربه ضرار رداوي قادما من تعادل في المرحلة الماضية أمام الوحدة، وسط لوم وضعته الجماهير على سوء أرضية الملعب من جهة، وعلى عدم قدرة لاعبيهم على حسم الأمور والفشل في تحويل الفرص. ويحتل الفتوة المركز الرابع برصيد 8 نقاط، بينما يحتل الجيش المركز الخامس بنفس الرصيد من النقاط، ولكل فريق منهما مباراة مؤجلة، حيث ينتظر الفتوة تشرين، بينما الجيش له مواجهة مؤجلة أمام الجزيرة. وواصل الفتوة تدريباته اليومية بمشاركة جميع اللاعبين على رأسهم المدافع سعد أحمد، الذي سيكون تاحا بنسبة كبيرة في مباراة الجيش. وغاب سعد أحمد عن آخر 3 مواجهات أمام الكرامة وحطين والوحدة لتعرضه للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الأول في دورة الأردن الرباعية. بينما تعرض المهاجم الشاب عبد الرحمن الحسين لإصابة في معسكر المنتخب الأولمبي وخرج من حسابات المباراة. وسيمنح الفوز في تلك المباراة صاحبه في لقاء الغد فرصة لتثبيت أقدامه بين كبار الدوري السوري الممتاز هذا الموسم. فيما استعد الجيش تحت قيادة مدربه حسين عفش بقوة خاصة، وأنه قادم من فوز عريض على الكرامة 3-0 منحت اللاعبين الثقة. أهلي حلب والطليعة. يدخل أهلي حلب تحت قيادة مدربه ماهر بحري مواجهة الطليعة، وليس أمامه سوى الفوز إذا كان يرغب في المنافسة على اللقب هذا الموسم. ويخوض أهلي حلب المباراة على أرضه في ملعب الحمدانية، ويسعى لتحقيق أول فوز وسط جمهوره بعد مرور 5 جولات. الضغوط كثيرة على ماهر بحري بسبب نزيف النقاط، حيث لن يرضى جمهور الأهلي بغير الفوز، خاصة وأن المنافس يبدو في المتناول رغم عدم تعرضه لأي خسارة منذ قدوم مدربه بشار سرور خلفا لفرس قاشوش. الكرامة وحطين. تحمل مواجهة الكرامة وحطين طابعا خاصا، كونها أول لقاء لمدرب النسور الزرقاء الجديد أحمد عزام أمام فريقه السابق حطين. وأشرف أحمد عزام على حطين في فترة التحضير الأولى للموسم قبل تولي مصعب محمد ثم قدوم عبد الناصر مكيس المدرب الحالي. وقد تكون المواجهة فرصة قوية لحطين لاقتناص 3 نقاط غالية وسط تخبط فريق الكرامة واستغلال الفترة الأولي للمدرب الجديد. تشرين والوحدة. ما زال فريق تشرين حامل اللقب 3 مواسم متتالية يعيش حالة من الترنح والتخبط وسوء النتائج، حيث يحتل المركز العاشر برصيد 3 نقاط. ولم يسجل تشرين دون تسجيل أي هدف حتى الآن، حيث خاض 4 مواجهات، وله مباراة مؤجلة أمام الفتوة من الجولة الأولى. ويدخل الوحدة اللقاء تحت قيادة مدربه عمار الشمالي، وهو في المركز السادس برصيد 7 نقاط. وستكون مواجهة خاصة لمدرب الوحدة الذي تمت إقالته من تشرين مطلع الموسم الجاري. المجد وجبلة. المواجهة فرصة ذهبية للفريق الجبلاوي لاستعادة الصدارة مجدا بعد قرار تأجيل مباراة الوثبة المتصدر أمام الجزيرة. يدخل علي بركات مدرب جبل اللقاء وعينه على النقاط ال3،
والمنافس قادم من تعادل سلبي أمام أهلي حلب أفقده الصدارة لفرسان الوثبة. وغادر لاعب جبل ريفا عبد الرحمن إلى العراق لالتزامه بعقد احترافي جديد مع هندرين. وأصبح عبد الرحمن ثاني المغادرين إلى العراق من جبل بعد المهاجم سلطان الذي احترف في سوران.